في الفترة الأخيرة زاد الكلام عن شعبية الأندية اللي زي بيراميدز وزي الإسماعيلي وزي المصري، وإن هم بيتقارنوا بأندية زي الأهلي والزمالك، وإن شعبيتهم عمرها ما هتوصل لشعبية الأهلي والزمالك. خليني أقول لك إن دايما الحاجات اللي زي كده بيكون ليها مرجعية تاريخية أو سياسية، أو حتى في بعض الدول مرجعية دينية، زي مثلا دولة زي اسكتلندا، سيلتيك ورينجرز دي فيها ناحية دينية، لأنه في مجموعة مع الكاثوليك ومجموعة مع البروتستانت. ده في اسكتلندا كده، وبيشترطوا ان المدرب لازم يكون بينتمي لنفس الطائفه الدينيه. ده مثلا في بعض الدول، دوله زي اسبانيا الانقسام الكبير قوي دوليا، حتى بيقولوا عليه كلاسيكو الارض ما بين ريال مدريد وبرشلونه، اصله كان حقبه تاريخيه سياسيه ايام الجنرال فرانكو، لما اقليم كاتالونيا كان عامل مشاكل كتير، وكان فريق برشلونه هو المتنفس بتاع الاقليم اللي بيحاول ينادي باستقلال الاقليم، وكان ريال مدريد هو متنفس المملكه اللي بينادي دايما بالتوحيد. طيب هل في مصر كانت السياسة ليها دور؟ أقول لك أنا، الموضوع من زمان الأطراف السياسية لما بتتدخل في الكورة ده بيخلي الناس اللي بتحب الطرف السياسي ده تميل للنادي اللي هو بيشجعه، والطرف الثاني اللي ما بيحبش الناحية السياسية دي بيروح للناحية الثانية. الموضوع بدأ من سعد باشا زغلول اللي كان الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، بعدها الموضوع تطور للملك فاروق. خلي بالك الملك فاروق كان في الأول بيدعم النادي الأهلي، وبعدين كان بيدعم نادي المختلط اللي بعدها اتسمى نادي فاروق الاول اللي هو دلوقتي نادي الزمالك. الملك فاروق كان ليه وقعه مشهوره جدا مع النادي الاهلي، انه في سنه 44 تقريبا راح حضر حفل لام كلثوم داخل النادي الاهلي، بالرغم من ان هو كان بيدعم في الفتره دي نادي الزمالك. في ناس بيرجعوا الموضوع ده ان هو كان في ضغط عليه من الانجليز، وكان عايز يرجع شعبيته بان هو يبقى ظاهر وسط الشعب المصري. في ناس ثانيه بتقول ان هو عشان خاطر دعمه لنادي الزمالك ما كانش عايز يخسر جماهير النادي الاهلي. بعد فترة الملك فاروق دخلنا في حقبة مهمة جدا، وهي حقبة الستينات وظهور البطل السياسي اللي كان ليه دور في الكورة، المشير عبد الحكيم عامر. المشير عبد الحكيم عامر كانت فترته فترة زهو للكورة والرياضة المصرية عموما. في 5 أندية قدروا ان هم ياخدوا الدوري: الاهلي، الزمالك، الاسماعيلي، الاولمبي والترسانة. الانديه دي كلها اخذت الدوري العام. الراجل ده كان بيحب نادي الزمالك، كان بيدعم نادي الزمالك. الفتره دي كانت اكتر فتره انتشرت فيها شعبيه الفريقين، مش عشان المشير عبد الحكيم عامر، لكن عشان ظهور التلفزيون وانتشاره في البيوت المصريه. في السبعينات ظهر نادي مثلا زي غزل المحله، لكنه ما كملش بالرغم من ان هو اخذ الدوري ووصل لنهائي دوري ابطال افريقيا. في الثمانينات ظهر نادي المقاولين العرب، اخذ الدوري واخذ دوري بطوله افريقيا اكتر من مره، كاس الكؤوس، لكن برضه الصيت بتاعه والشعبيه ما زادتش. الفتره الاخيره هل ممكن فرق زي بيراميدز اللي انا مثلا بشجعها ممكن شعبيتها تزيد مع الانتصارات والحصول على البطولات؟